السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير ورمضان على الابواب. يا رب يكون بخير علينا وعليكم يا رب كده ان شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين، وبالخير واليمن والبركات والخير، وشهر الخير هتفطر فيه كل اعمال الخير وكل الخير. من التفريزات السهله الجميله اللي ممكن في اي وقت ان احنا نستعملها السمبوسه. طبعا الطيور واللحوم ماليه الدنيا، فاللي هي خفيفه ممكن على السحور، ممكن بعد الفطار نعمل سمبوسه. انا طبعا مغطيها بالفوط عشان ما تنشفش. السمبوسه بتاعتنا بقى ايه؟ ممكن نعملها بانواع من كتير من الجبن، جبنه بيضه ببقدونس، جبنه بيضه بشطه، بانواع الفلفل الالوان، ممكن باللحوم، ممكن بقطع الصدق، وممكن بالخضار السوتيه، ممكن بالبطاطس اللي هي البوريه. كل حاجه بتمشي مع السمبوسه. فاحنا هنفرز سمبوسه بكل انواعها انت تعمليها، بس احنا هنوريكم دلوقتي طريقه ازاي نلفها وازاي نعملها. اول حاجه بنجيب مثلا واحده سمبوسه كده وبنحطها كده اهو قدامنا كده. مثلا هنعملها بجبن كده، هي بالحجم ده. هنجيب مثلا، هي المفروض تبقى الحشو بتاعنا نتنيها كده بالمنظر ده، مثلث. اول حاجه نبتدي بمثلث من الجنب، فهنحط هنا الحشو بتاعنا كويس. هنجيب مثلا معلقه جبنه كده اهو، ننزلها على الربع الخالي ده، النص الخالي هو مش ربع، وهنضغط كده اهو بالمنظر ده كده بالراحه كده. ونجيب على هنا، هنمشي كده وكده على هنا، ونيجي تاني على المستطيل من الجنب ده، وبعدين نعدي المستطيل التاني والمستطيل اللي فاضل. هتفضل معانا قطعة زي دي، مش هنحط لها عجين ولا حاجة. نجيب بشوية مية صغيرة ونعمله كده، ونروح قلبين عليه كده اهو، ونحط، ونجيب برضو بقيتها. هنمسك واحدة تاني اهي، ونغطيها. هنجيب كده اهو اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط مثلا لحوم بالمنظر ده، قلنا الربع الخالي كده، نضغط عليها عشان نقدر نظبطها. وهنمشي بيها كده على الربع ده ونرجع. حتى لو اتفتحت مثلا مش اشكال، هي احنا بنلفها كذا لفه وكده، نقلبها كده على هنا. وطبعا هنعملها ازاي تاني؟ نروح معديين بيها كده، ونروح هنا ده فاضي، هنعدي هنا نقفل كده، هيفضل معانا الربع الخالي ده. هنروح جايبين ميه كده بالراحه وحاطين كده اهو اهي، ونروح جايبينها ضاغطين بالراحه كده اهي. نجيب واحده تاني اهي كده، نحط فيها جبن. يعني ممكن ايه الجبنه نقربها كده على الربع الخالي ده، مش نحطها هنا، نحطها هنا اللي هو هنقفلها بيه كده اهو. نقفل جبننا نساوي، عشان دي جبنه ماكس جبن، ممكن ميكس جبن. هنضغط كده الميكس بتاعنا، ونحط كده ونعمل كده اهو، ونرجع بيها على الجنب وهنا كده اهو. هتلاقي نفسك بكل سهولة باحترافية بتلفي بسرعة، وهتقعد لنا على السحور. مثلا اكل تقيل، احنا عايزين اكل خفيف برضو ايه اهي. مثلا الحتة اتفتحت هنا، هنلزقها كده، هتمشي معانا يعني مش وبرضو بتبقى ممكن السمبوسة دي نعملها حلو، يعني نحط فيها
نوتيلا، نحط فيها مربى، نحط فيها مربى حليب، ونسقيها بالشربات برضو، يعني بتغني عن الجلاش. هبقى اوريكم طريقه الحلو بتاعها اهي. مثلا دي مفتوحه هنا عادي هتمشي معانا. هنضغط كده وبعدين نروح كده على الجنب ده، هيبقى فاضل هنا اهو. زي هتلاقي نفسك انت لوحدك بتحطي على الجناب. لازم لما تنزل على الجناب الجنب ده. هنعمل ازاي؟ هنرجع على الجنب ده اهو، هنرجع على الجنب ده. هتفضل دي هنبتدي ايه برضو بالميه كده، ونروح عاملينها كده ولازقينها كده اهو، من غير ولا بتتفتح في الاليان ولا حاجه اهي. نعمل واحده تاني نعمل واحده تاني تقريبا، نعمل واحده تاني باللحمه العصاج. انا رجعتها عشان كانت 2 دي في بعض، فانا عايزاها واحده عشان ما تبقاش تخينه. برضو العصاج بتاعنا هنحطه كده على ناحيه ونسيب فراغ، نسيب هنا الفراغ ونروح جايبين الحته دي كده اهو ونسندها بايدينا ونعملها كده اهي، ونضغط على الحته دي اهي ونمشي بيها تاني على المستطيل. طبعا انتوا شايفين في اللحمه هتبان، لا مش هتبان اهي، خلاص اتقفل عليها. هنرجع بيها المستطيل الجنب الشمال ونرجع بيها على كده. هتفضل برضو قلنا الطرف ده اسهل ما يمكن، ومفيش اسهل من كده اهو. وممكن نحط فيها مكسرات من جوه وزبيب وقراصية ومشمش وكده، ونعملها حلو ونقليها ونسقيها بالشربات، بتبقى جميلة جميلة جدا جدا اهي. من اجمل ما يمكن السمبوسة، اكلها لذيذ وسريع جدا، وبتتقلي في مش زيت غزير، يعني زيت متوسط، الزيت بتاعها بيكون متوسط، وتبقى سهلة الاطفال بيحبوها. وممكن نحط لهم فيها بسطرمة من جوه وجبن تبقى جميله. نوسع كده، قلنا ما نحطش هنا، نحط على الجنب الخالي اهو الربع اهو كده كده المثلث، نرجع بيه كده اهو اهو، وانتي ماشيه بتقفلي اهو كده، نضغط عليها كده بالراحه كده اهو. كمان في الحلو بتبقى جميله جدا. وحالا لو عندنا ضيف واحنا مثلا عايزين نقدم حاجه حلوه وما لقيناش، نكون احنا محضرينها في الفريزر، عاملينها بالمكسرات، عاملينها بمربى، عاملينها بالنوتيلا، نطلعها نقليها بسرعه ونقدمها. ويكون طبعا لازم نحضر الشربات عشان رمضان، نحضر الشربات بتاعنا. هجيب لكم برضو فيديو عن تحضير السيرم. بس كده، ويا رب ايه تعجبكم، ونكون وفينا وكفينا ازاي طريقه عمل السمبوسه بتاعتنا. قلنا بطريقه سهله جدا. واوعوا تنسوا اللايك والشير وتشتركوا في القناه. وكل سنه وانتم طيبين. وهي بطريقه بسيطه جدا جدا جدا. السمبوسه دي طبعا بتكون موجوده في السوبر ماركت، سهله جدا واسهل من انك انت تعمليها. في ناس بتعملها طبعا بتكلف وكده، لكن دلوقتي بتاعت مصانع وجميله وكميات كبيره جدا ورخيصه جدا، في ب10 جنيه وفي ب7 وفي ب20 زي ما انت عايزه، وبتبقى جميله جدا وبالمنظر ده. وهتعملي كميات كبيره. طبعا انا هقعد اعمل بقيه الكميه وهنفرزها، وبيجيب كميات كبيره جدا، يعني دي يمكن فيه 50-60 واحده. وكل سنه وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير. واوعوا تنسوا اللايك والشير، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس.